يواجه عشاق كرة القدم حول العالم أنظارهم صوب الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025، حيث النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة بين 14 يونيو حزيران و 13 يوليو تموز. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تدشين البطولة بنظامها الجديد لتحل محل كأس العالم للقارات، بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق السنوي، والذي كان يشهد مشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط. وتشهد النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية مشاركة 32 ناديا يتم توزيعهم على 8 مجموعات، علما بأن 5 فريق عربية تتواجد في المونديال، وهي الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، الهلال السعودي، والعين الإماراتي. تنطلق منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة بين 14 يونيو و 13 يوليو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر أن يفتتح الأهلي المصري مباريات البطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك. ويشارك في البطولة 32 فريق من 6 قارات بجانب بطل البلد المضيف، على أن يتم اختيار الفرق بين سنوات كل نسخة من كأس العالم. ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات تضم كل واحدة منها 4 فرق. يتأهل الأول والثاني إلى ثمن النهائي دور ال16، وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولا إلى المباراة النهائية، علما بأن لن تجري مباراة لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان رسمي أن جميع مباريات البطولة ستثبت بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانا. وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة ديزاين على بث المباريات 63 لكأس العالم للأندية 2025 مجانا عبر منصتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة. ويحق لأي قناة الحصول على حقوق بث البطولة وعرضها بالمجان في الدول المختلفة بشرط التقدم بطلب بشركة ديزاين لبث المباريات. وأكد فايك أن مباريات الأهلي ستنقل بشكل حصري على شاشات MBC مصر. وفي الإطار ذاته أكدت شركة المتحدة للرياضة حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي في مونديال الأندية عبر قناة أون تايم. تكون المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي على رأس المواجهات المنتظرة، لكونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير في أفريقيا وسط رغبة وآمال جماهيرية بالفوز على البرغوث ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا في مشوار التأهل إلى الدور التالي من المجموعة الأولى التي يوجد فيها أيضا بالميراث البرازيلي البرتغالي وبورتو. يشارك الأهلي ممثلا عن قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 رفقة سان دونز الجنوب الأفريقي والترجي والوداد والتونسي والمغربي، ومشاركة ثنائي عربي آخر من آسيا هم الهلال والعين السعودي الإماراتي. ويملك الأهلي خبرة كبيرة في كأس العالم للأندية، إذ يشارك للمرة العاشرة في المونديال كأكثر فريق عربي وأفريقي حضورا، وحقق أفضل نتائجه في 2020 و2021 و2023 عندما حل في المركز الثالث. يقص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري شريط افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 عندما يلتقي مع انتر ميامي الذي يلعب بين صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك بعدما وقع بطل أفريقيا في المجموعة الأولى. موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025: الأهلي ضد انتر ميامي 4 فجرا 15 يونيو بتوقيت القاهرة، ملعب هارد روك في ميامي. الأهلي ضد البيلمرز 8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة، ملعب ميت لايف في نيويورك. الأهلي ضد بورتو 5 فجرا 24 يونيو بتوقيت القاهرة.